فيلمنا بيبدأ مع مجموعة شباب وهم بيقضوا أجازتهم على البحر وبيكونوا سهرانين وبيفضلوا يحتفلوا ويرقصوا طول الليل. وبنشوف بنت اسمها نيت وهي قاعدة مع توم حبيبها، وبتيجي بنت تانية اسمها ميلي وبتاخد نيت عشان يرقصوا سوا. فبينضم لهم باقي الشباب وبيفضلوا يرقصوا ويتصوروا كمان، وبيبدأوا كلهم إنهم يشربوا خمرة ما عدا نيت اللي بترفض. وبعدها بتروح تتمشى بعيد عنهم عشان عاوزة تكلم أمها، فبيقاطعها راجل شحات كبير في السن وبيطلب منها تديله أي مساعدة. وفعلا بتساعده نيت وهي مبسوطة، وبيبان إنها شخص طيب جدا وبتحب تعمل خير للناس. وقبل ما يمشي الراجل بتسأله نيت عن الإصابة اللي في رجله، فبيقولها إن في سمكة قرش عضته وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها، لكن نيت مش بتفهم قصده. واثناء ما هما بيتكلموا بيجي صحاب نيت وبياخدوها عشان يكملوا سهرة سوا، وبتخلص الحفلة وبيمشي كل الناس ما عدا مجموعة الشباب دول اللي بيفضلوا سهرانين لحد الصبح. وبتكون نيت تعبت وعاوزة تنام، لكن ميلي بتقول لها لا ده آخر يوم في الأجازة وما ينفعش إنهم يضيعوه في النوم. وفي الوقت ده بيكون في 3 شباب من شلتهم متجمعين، وبيلاحظ واحد منهم اسمه جريك ان في موتوسيكلات مائية موجودة جنبهم، وبيقترح عليهم انهم ياخدوها وينزلوا المية، لكنهم بيكتشفوا ان صاحب الموتوسيكلات لسه ما فتحش. فبيدخل واحد منهم واللي بيكون اسمه تيلر وبيكسر باب الأوضة ويسرق المفاتيح، وبعدها بيسيبوا موبايلاتهم في الجزم على الشاطئ وبياخدوا الموتوسيكلات وينزلوا البحر. وبتكون نيت في الأول مترددة، لكن بمجرد ما بتشوف صحابها وهم متحمسين بتنزل معاهم علشان تتبسط هي كمان. وبيفضلوا يلعبوا بالموتوسيكلات اللي معاهم، وبنعرف إن ميلي هي الوحيدة اللي خدت موبايلها معاها وبتطلعه عشان تصور بيه. وأثناء ما هم في البحر بيعدوا من جنب يخت، وفي الوقت ده بتاخد نيت بالها إنهم دخلوا المنطقة غويطة وبتبدأ إنها تخاف، فبتطلب من صحابها إنهم يخرجوا بسرعة، لكن محدش بيهتم وبيكملوا لعب. وبيفضل كل موتوسيكل فيهم يمشي عكس التاني علشان يرموا على بعض مية، لحد ما في مرة الموتوسيكلين بيخبطوا في بعض وبيتقلبوا في البحر، وبيتصاب جريك إصابة خطيرة في رجله وبيبدأ إنه يصرخ علشان يسمعوه. فبتشوفه نيت وبتجري عليه وبتلاقي كل المية اللي حواليه اتحولت لدم. في الوقت ده بيروح توم عشان يلحق ميلي، وده لأنها وقعت بعيد عنهم. وبتلاحظ نيت ان صاحبهم الخامس تيلر مش موجود، وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه في المية جنبهم لكنه بيكون فاقد الوعي. فبيروح توم علشان ينقذ تيلر وبيفوقه، وبعدها بيرجعوا لجريك المصاب وبيشيلوه مع بعض وبيرفعوه على الموتوسيكل. وبنشوف ان الموتوسيكل التاني غرق في المية، فبتطلع ميني موبايلها علشان تكلم حد يجي يلحقهم، لكنها مش بتلاقي شبكة. وفي الوقت ده بتيجي موجة قوية على الشاطئ وبتاخد كل تليفوناتهم وجزامهم وبيقعوا في المية. وبكده يبقى الدليل الوحيد اللي كان ممكن يلفت نظر حد فيهم هو كمان راح. وبيقترح توم ان هيروح هو ونيت وجريك بسرعة للشاطئ ويجيبوا مساعدة ويرجعوا للباقي، لكن ميلي بتخاف وبترفض، فبيقنعها انها تفضل معاها وبتضطر انها توافق. وبيبدأ توم ان يشغل الموتوسيكل، لكن بيلاقي ان الموتور اتعطل وبيحاول يصلحه لكن بيفشل. وبيفضلوا في المية لساعات، وبتحاول نيت انها تستخدم الموبايل اللي معاها علشان تعكس ضوء الشمس يمكن حد على الشط يشوفهم. وفي الوقت ده بيكون عامل النظافة بينظف الشاطئ لكن مش بياخد باله منهم. وبعدها بيلاقي توم ان الموج سحبهم لمكان بعيد، فبتطلع نيت التليفون علشان تحاول انها تلقط شبكة، لكن بتصطدم لما بتشوف صور لتوم وهو بيخونها مع ميلي. فبيتوتر توم وبيحاول ياخد منها الموبايل، وبيفضلوا يتخانقوا عليه لحد ما بيقع منهم في المية، وبيكون ده آخر أمل ليهم. فبينط توم في المية وبيفضل يدور عليه. في الوقت ده بتعدي من وراه سمكة قرش لكنه مش بياخد باله منها، وبيلاقي توم التليفون وبيرجع لأصحابه. وبعدها بشوية بتعتذر من نيت وبتقول لها إنهم كانوا سكرانين ومش في وعيهم أصلا، لكن نيت بتبقى مصدومة ومش بترد عليها. وبيفتكر تيلر المركب اللي عدوا من جنبها من شوية، فبيقرر انه يعوم ويدور عليها. وبيحاول صحابه انهم يمنعوه وبيقولوا له ان مفيش اي حاجه ظاهره حواليهم، لكن تيلر بيصر. وبعدها بيسيبهم وبيفضل يعوم في الاتجاه اللي مشيت فيه المركب، وبتلمح ميلي قرش وهو بيمشي وراه، فبتفضل تصرخ علشان تنبهه، لكن تيلر مش بيسمع وبيكمل عوم عادي. وقتها بيفتكروا ان القرش خلاص كل تيلر. وبعدها بشويه بيشوفوا القرش وهو معدي من جنبهم فبيصرخوا، وبيحاول توم ان يركب معاهم على الموتوسيكل لكن غصب عنه بيوقعهم.
وبنعرف ان ميلي هي الوحيدة اللي مش بتعرف تعوم، فبيروح توم عشان يلحقها وبيرفعها على الموتوسيكل من تاني، وبعدها بيرجع علشان يساعد نيت وبيسحبوا جريك هو كمان على الموتوسيكل. لكن فجأة بيظهر القرش وبيهجم على كريك، وده لأن ريحة الدم اللي بينزل منه بتجذب القرش ناحيته، وبيكون شعر نيت مشبوك في ساعة جريك، فبتتسحب هي كمان معاهم، وبيفتكر الباقي إن القرش أكلهم هما الاتنين. لكن نيت بتنجح إنها تفك شعرها وبترجع لهم بسرعة، وبيفضلوا التلاتة منهارين ومش عارفين يعملوا إيه. وبيعدي شوية وقت وبتكون نيت قاعدة مصدومة وبتسأل توم هو خانها مع كام واحدة غير ميلي، فبيقول لها توم إنه خانها مرتين، وبترد عليه نيت إنه خسارة في حبها هي وأهلها ليه، وإنه إنسان أناني ومش بيحب حد غير نفسه. فبيتعصب توم عليها وبيقول لها إن هي اللي محتاجة تحب نفسها شوية بدل ما تدي كل وقتها للناس اللي حواليها. وفي الوقت ده بيكون تيلر مكمل في طريقه وبيلمح مركب قدامه وبيشوف جواها راجل واحد، فبيفضل تيلر ينادي عليه، لكن الراجل بيكون مشغل موسيقى بصوت عالي ومش بيسمعه اصلا. وفي نفس الوقت ده بيظهر القرش من وراه تيلر وبيعضه، وبيسمع الراجل صوت صريخ، فبيطفي الموسيقى اللي شغاله وبيخرج يبص لكنه مش بيشوف اي حاجه، وده لان القرش بيبقى سحب تيلر جوه الميه خلاص. نرجع تاني عند باقي المجموعه وبتكون الساعه بقت 3 الظهر، وبيفضلوا يدوا لنفسهم امل ان اكيد في حد هيحس بغيابهم وهيجي علشان ينقذهم. وبتستغل ميلي الفرصة وبتعتذر لنيد انها خانتها وبتقول لها ان ما كانتش في وعيها، وبعدها بتحس ميلي بعطش شديد فبتقرر انها تشرب من البحر، لكن نيد بتخاف عليها وبتمنعها وبتقول لها انها لو شربت من مية البحر هتحس بعطش اكتر. بيعدي الوقت وبتوصل الساعة 6 المغرب، وبيكون ده ميعاد الطيارة بتاعتهم، وبيتمنوا ان شركة الطيران تحاول تتواصل معاهم ويعرفوا انهم مفقودين فيبعتوا اي مساعدة، لكن مفيش حاجة من دي بتحصل، وبيفضلوا زي ما هما لحد ما الدنيا بتضلم. وفجأة بتلاحظ نيت ان في ضوء ظهرت في نص البحر وبيخمنوا انها مركب، فبيحاولوا يستخدموا الموبايل اللي معاهم علشان يعكسوا الضوء، لكنهم بيفشلوا. فبتطلب نيت من توم ان يعوم لحد هناك، وبيكون توم متردد لكن بيتكسف انه يرفض، وده لانه الراجل الوحيد اللي معاهم. فبينزل البحر وبيعوم شوية لكن بيرجع في كلامه وبيرجع بسرعة للموتوسيكل وبيعتذر لهم لانه مش هيقدر يعمل كده. فبتتعصب نيت عليه وبتقرر ان هي اللي هتنزل، وبتطلب منهم انهم لو شافوا اي حاجة يصرخوا علشان تسمع وتاخد بالها. وبتنزل نيت وبتفضل تعوم لحد الضوء، لكن بتتصدم لما بتلاقي انها لمبة متعلقة في جثة راجل وبتكون الجثة مشوهة. وبتفضل نيت تصرخ فبيجي توم عندها جري وبيطمن عليها وبيسحبها لهناك، وبتحكي لهم على اللي شافته، فبيخمنوا ان ده بحار والقرش هجم على المركب بتاعه وبعدها قتله. وبيفضلوا في مكانهم لحد ما بيجي تاني يوم، وبتصحى نيت من النوم وبتلمح القرش وهو معدي من تحتهم فبتصرخ، لكن بعدها بتفوق وبتكتشف انه كان حلم. وبيصحوا كلهم وبيلاحظوا ان جثة الراجل بتاع امبارح قربت منهم، وبيكون في جنبه اعواد خشب واللي هي اكيد بواقي المركب بتاعه. فبتعوم نيت علشان تجيبهم، وبيقرروا انهم يقلعوا الراجل جاكيت النجاة اللي لابسه، وده لان ميلي مش بتعرف تعوم وبيخافوا انها تقع في البحر تاني. وبيجي وقت انهم يقرروا مين اللي هيقرب من الجثة وياخد الجاكيت، وبيبص على توم اللي بيكون قرفان وبيرجع، وميلي كمان مش بتقدر انها تستحمل المنظر، فبتروح نيت علشان هي اللي تقلع الراجل، وبعدها بتدي الجاكيت لميلي وبيفضلوا يجدفوا شوية بالخشب اللي معاهم. لكن فجأة بيعدي القرش جنبهم فبيقفوا وهم مرعوبين لحد ما بيلف القرش وبيجي من الناحية التانية وبيحط توم في رجله، فبتضرب نيت القرش بالخشبة وبيمشي وبيسيبهم، لكن برضه بيفضل يلف حواليهم بس من بعيد شوية، وبيفضلوا مكانهم خايفين انهم يتحركوا وبيطمنوا لما بيلاقوا القرش بعد، وبيكونوا فاكرين انه خلاص مشي، لكن بيظهر من تحتهم وبيقلب الموتوسيكل بيهم في البحر، فبيقعوا كلهم وبيروح القرش لتوم وبيعمل له إصابة خطيرة، لكن بيسيبه في الآخر ومش بياكله. وبتكون نيت أشجع واحدة فيهم وبتروح لتوم وبترفعه على الموتوسيكل، وبعدها بتروح تسحب ميلي، لكن القرش بيكون أسرع منها وبيمسك ميلي من رجلها، وبتفضل نيت تشد فيها لكن برضه بتفشل، وبيطلع في ايديها الجزء اللي فوق بس من جسم ميلي بعد ما القرش كان نصها التاني. فبتتصدم نيد وبترمي باقي الجثة في البحر وهي خايفة، وبترجع لتوم بعد ما بقاش في حد غيرهم، وبتعرف نيت انها لو فضلت مكانها هتتاكل ومحدش هيلحقهم، فبتقرر انها لازم تتصرف وبتفتح المحرك
وبتلاقي ان في وصلة اتقطعت وانها محتاجة قطعة بلاستيك علشان توصلها ببعض ويشتغل تاني. وقتها بتفكر نيد ان الجاكيت اللي كانت لابساه ميلي في جزء ممكن يفيدها، وبتبص قدامها وبتلاقي الجاكيت عايم على المية بعد ما القرش اكل ميلي، فبتعوم بسرعة وبتجيبه. وفي الوقت ده بيظهر القرش من وراها وبيبقى رايح يهجم عليها، فبتحاول انها تضربه وبعدها بتختفي نيت، وبيكون توم شايف اللي بيحصل وبيفتكر ان القرش كلها خلاص. لكن نيت بترجع تاني للموتوسيكل وبنعرف ان القرش عضها بس في دراعها، وبتحاول انها تصلح المحرك وفعلا بتنجح في كده. فبتفوق توم وبتقول له يمسك فيها كويس عشان ما يقعش، وبيتحركوا في اتجاه الشاطئ. لكن بيبان ان القرش لسه ماشي وراهم، وفجأة بيطلع وبيكون عاوز يهجم عليهم، فبتيجي الضربة في الموتوسيكل وبيبدأ بعدها الموتوسيكل انه يغرق. وبيكون توم حاسس باللي بيحصل وبيقرر انه يضحي بنفسه، وده لان الموتوسيكل مش هيشيلهم هما الاتنين. فبيرمي توم نفسه للقرش وبيقول لنيت انه فعلا بيحبها وانها ما اختارتش غلط ولا حاجة. فبتحاول انها تمسك ايده علشان تطلعه، لكن القرش بيسبقها وياكله. فبتهرب نيت بسرعة وبتكمل بأقصى سرعة ناحية الشاطئ، وقبل ما بتوصل بتتخبط في صخرة وتقع من الموتوسيكل. وبيفضل القرش ماشي وراها بسبب ريحة الدم، لكنها بتجري بسرعة وبتعدي بين صخرتين، وبتنجح أخيرا إنها توصل للشاطئ. وبتبص وراها وبتشوف القرش وهو جاي، لكن بيتزنق بين الصخرتين بسبب وزنه. وبكده بتكون نيت هي الوحيدة اللي فضلت عايشة بعد ما القرش قتل كل أصحابها. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.